يا أهلا بالمزاجنجية. فيلمنا بيبدأ بريفندار وبيكون في السوق وبيشوف تايغر، وبعدها بيبص حواليه وبيجري وبيتصل بالعصابة علشان يخرجوه من المكان اللي هو فيه. وبيدخل بيته وبيلاقي تايغر بيضربه وبيسأله كم دفعوا ليه الحكومة الباكستانية علشان يبيع نفسه، وهو يرد ويقول له الحكومة عملت ليه ايه علشان ما يبيعش نفسه. وبيكون ريفندار جاسوس للحكومة الباكستانية، وبيقول ريفندار وهو بيدفعوا ليه كتير ولو اتعاون معاهم، وان دي لعبة كبيرة علينا انا وانت بالنسبة لهم ولا حاجة. وبيوريه فلوس كتير مخبيها تحت الأرض، وبيحاول يقنع تايغر إنه يتعاون معاه، وبياخد تايغر الفلوس وبيحطها في جيبه. لكن تايغر بيقوله إنه لازم يجي معاه حي أو ميت، وبيقتل تايغر ريبندار بالمسدس، وبيهرب تايغر من العصابة. ولما بيحاصروا وسط السوق بيطلع الفلوس اللي أخدها وبيرميها للناس، والناس بتيجي ناحية الفلوس وتتلم حواليه. وبيقدر يختفي تايغر عن حنين العصابة وسط الزحمة لبس شال أحمر، وبيكون تايغر نجح في قتل الجاسوس. وبعدها بنشوف تايغر رجع بيته وهو بياخد اللبن. كل الجيران بتبص عليه، وفي بنت معجبة بيه والكل بيقول لقد عاد. وبتكون كل الستات معجبة بيه لدرجة أزواجهم بيلاحظوا ده. وبعدها بيدخل يغير ملابسه وبيخرج وبيوصل المخابرات الهندية وبيحكي لهم إن ريفندار كان جاسوس للمخابرات الباكستانية وقتله، وبيشكروا رئيسه على اللي عمله. وبيطلب منه رئيسه إنه بعد ما يتحسن هيروح مهمة جديدة. وبيروح رئيسه البيت وبيسأله ليه ما فكرش يتجوز، وبيقول له تايغر مين اللي هتوافق عليا، وهو مش قادر يقول لواحدة تسأله بيشتغل ايه وما يقدرش يجاوبه علشان سرية شغله، ولو حتى قال لهم عن الوظيفة انه جاسوس هندي هيخافوا منه اكتر. وبعدها بيستلم المهمة وبتكون بين الهند وباكستان، وبيقول له ان الهند ليها نظام مضاد للصواريخ اللي هيقدر يوقف الصواريخ الباكستانية اللي هتكون بكمية كبيرة. وبيقول لي ان في راجل واحد هو اللي طور المضاد للصواريخ واسمه البروفيسور انور جمال، وده عالم معرف في العالم كله بس متمرد، وده بسبب استقالته من عمله الحكومي. لكنهم بيشكوا ان البروفيسور بيشارك البحوث بتاعته مع علماء تانيين، وممكن يكون العلماء دول تبع قوات دفاع الباكستان. وبيقول لتايغر ان كل مهمته مراقبته، وبيطلب منه ما يقتلش حد هناك علشان كل مرة بيقتل حد، وكل اللي بيطلبه منه مراقبته. وبعدها بيروح علشان يتعرف على بروفيسور، لكن بيرفض التعرف عليه وبيقول له مش عنده وقت يتكلم معاه. وبعدها بيفضل يستناه بره لمدة ساعتين، لكن بيروح علشان يدخل الحمام، لكن بيلاقي البروفيسور خرج واخد عجلته وبيروح. ولما بيوصل بيت البروفيسور بيعمل حمام ميه على واقف، وبعدها بيروح يفتح الباب بيلاقي زويا وبتكون ماسكه المكنسه وبترقص ولا بتشوفه عشان تمشيه. وبتكون زويا فتاه بريطانيه من اصل هندي، وهي الوحيده اللي مسموح ليها تنظيف البيت البروفيسور. لما بتخرج زويا علشان تروح بيسالها عن البروفيسور، وبتقول له انه خرج ومش هيرجع دلوقتي، وبيتريق على البروفيسور وهي بتبص له بقرف وتقول له انت سخيف. وبيسألها عن فندق قريب وبيتعرفوا على بعض. لما بيوصلوا عند فندق بتقول له يروح يسأل عنه غرفة فاضية، وفعلا بيدخل وبيخرج يقول لها إن ملقاش غرفة فاضية وكل فندق على الحال ده. وبعدها بتزهق زويا وبتقول له كده أنا في فندقين في الطريق، يروح يسأل فيهم وبتسيبه وبتمشي. لكن تايغر بيروح وراها يفضل قاعد بره قدام الشباك، وزويا أخيرا بتشوفه نايم بره وتصفر ليه وتشاور ليه يجي. ولما يروح بتقول له يطلع مواسير الصرف. لما بيجي يطلع بيقول لها ان المواسير مبلوله، وبتقول له هجيب لك منشفه، لكن بتلاقيه طلع المواسير. وبتساله كيف طلع، وبيقول لها لا حاجه يمسك بيها. بتطلب منه علشان يبات 100 يورو، وبتصدم من المبلغ تايجر وبيقول لها انت شغاله ايه، فبتقول له انه هينام في اوضه صديقتها لانها مسافره. تايجر بيقول لها الفلوس دي كتير فاحسن فندق هنام بيهم شهر، فبتقول له براحتك نام في الشارع احسن. فعلا بيوافق وبتاخد الفلوس من جيبه، وبتسأله شغال ايه، بيقول لها انه كاتب. وبيرجع بعدها يطلب منها ان عايز ياكل، وبتسأله يعرف يحضر اكل وبتخليه يعمل الاكل لنفسه. وتسأله إذا كان متجوز، وهو بيقول لها اسأليني الأول إذا كان ليا حبيبة، فبتقول له إنها تعتقد إن عمر المتزوجين. وبيفطر مع زويا وبتوعده إنه هيقابل البروفيسور، وفعلا بيقابل البروفيسور وبيقول له إنه شغال كاتب وعايز يعمل كتاب عن حياته. وبيوافق البروفيسور على طلب تايغر. وبعدها بيروح حفلة مع زويا، وهو داخل الأوضة واحد بيضربه وبيهرب. وبعدها بيقابل واحد من المخابرات يحكي ليه عن اللي حصل، ويقول له انه ضربه عايز يعرف اذا كان جندي ولا لا. وبيجيب هدية لزويا
وبتكون عبارة عن علبة عليها رسمة نجوم، وبيرقص معاها وبيحس انه بيحبها. وتاني يوم بيروح بورد لزويا وبيخبط في نفس الشخص اللي ضربه في البيت، وبيجري وراه وبينط فوق العربيات بطريقة سريعة، وبيقدر يحصل الشخص اللي ضربه وبيوقعه وبيهرب منه، وبيضرب عليه نار وبيمسكوهم حراس المكان لكن بيقدروا يضربوهم. الشخص بيهرب في المترو، تايغر بينط فوق المترو، وشخص بيسرع القطر وبيخبط في العربية وبيوقع تايغر، وبيرجع يدخل المترو وبيطحن الراجل الضرب لكن بيرمي الشخص بره ومش بيقدر يطلعه، وبيروح يوقف القطر قبل ما يدخل في الناس، وبيلاقي الفرامل عطلانة فبيطلع يفصل الكهرباء منه بكل قوة وبيوقفه وبيقدر ينقذ الناس. والمساعد بتاع تايغر بيديله مسدس وبيقول له خليه معاك، وبعدها بيروح للبروفيسور للمسرحية وبيقول له اتصال من المساعد بيقول له يروح بيت البروفيسور. بيحد هناك في البيت بيلاقي زويا اللي في البيت، وتطلع انها بتشك في تايغر وبيشك فيها اذا كانت جاسوسة ولا لا، وبيكون مصدوم منها وبيفتشها، وبعدها بيقتل زويا وبينهي مهمته وبيرجع بيته وبيكتشف حاجة وبيقرر يروح اسطنبول، وهناك بيشوف زويا وبيطلع انه مقتلهاش، وبيطلع له الجاسوس وبيقتل الجاسوس وبيقول لها انها تمشي من المكان. وبنرجع لاسطنبول وبيقابل زويا وبياخدها وبيهرب بيها في لانش، وبيعرف رئيس تايغر انه سحب كل امواله، وبيقول رئيسه انه ملقاش غير بنت باكستانية يحبها. وبعدها بتقابل مجموعة من عملاء باكستان وبيعرف انها بتوقعه في فخ، وبيتخافوا وبيركبوا الطيارة، وبعدها بيقابلهم شوية من اللصوص وبيحط السكينة على رقبة زويا وبيطلب كل فلوسه وبيقتلوا تايغر. وبعدها بتدخل زويا البنك وتايغر بيلاقي انه محاصر فبياخد زويا وبيتشعبط لكن بتكمل زويا هرب، لكن بتمسكها الحكومة الباكستانية. وبعدها بيقتنع رئيسه انها مستعدة تعمل اي حاجة عشانه، وبيروح عشان ينقذها وبيلاقيها متكلبشة وبيقدر يخلصها ويهرب بيها. وبينزلوا وسط الحشيش وبيلاقي الحومتين متفقين يقتلوهم، وبيركبوا طيارة وبيهربوا قبلها بطلقة البنزين وبيفجر الخزان وبيقطع طريقهم، وبيهرب ورا الطيارة بالموتوسيكل وبيتصب رصاصة في ظهره من زميله، لكن تايغر بيصر وبيقدر يمسك الطيارة وبيتصل برئيسه وبيقوله ان لقى حبه الحقيقي، وبيسأله رئيسه لحد امتى هيفضل يهرب، وبيقول رئيسه لما الهند وباكستان ما يحتاجوش لجواسيس، وبياخد زويا وبيمشي. وبيكون كده كمل حياته مع زويا وهيتجوزوا ويخلفوا صبيان وبنات. كده يكون انتهى فيلم النهارده. كتبوا من طيب السركمنتي، التقديم عمر عبد العزيز. سلام.